It is now time to look at and reform the religion of Islam so that we get to a place where we have peace. That is the message of this book. The message of this book is not to attack. I'm not here to attack Muslims. I'm here to say we need that courageous step, and that is to reform the religion from within. الملحدة آيان هيرس اللي كانت مشاركة في فيلم مسيء للإسلام في هولندا عايزة تغير الإسلام من الداخل، وطبعا وضعت 5 مبادئ للتغيير. تعالوا نشوفها مع بعض. I identify 5 key precepts that if you change, you can still keep the 5 main pillars of Islam. You can get rid of Sharia law, you can get rid of jihad, you can get rid of commanding right and forbidding wrong, you can invest in life before death, and you don't have to follow the example of the Prophet Muhammad literally. احنا اتكلمنا عن المبادئ دي يا جماعة بالتفصيل في كذا حلقة في قرار إزالة، لكن في حلقة النهاردة هنركز على البند الأخير ألا وهو And you don't have to follow the example of the Prophet Muhammad literally. البند الخامس يا جماعة اللي اتكلمت عنه ألا وهو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرفيا. هم مش عايزين اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرفيا، لازم يغيروا الشيء ده، لأن الشيء ده عقبة ضد الأسياد في الغرب، وده طبعا يندرج تحت منه كل حاجة تخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازم يعمل على إن المسلم يقل في نظره شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن استطاعوا إنهم يكرهوا المسلم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله يا ريت يا عمي، ده حاجة لطيفة جدا. وبالتالي لما يقل عندك شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش كشخصه فقط، لا كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيمثل لك إيه أصلا في الدين.